ازاي خليت الفرن مراية؟ البوتاجاز ده عندي بقاله 5 سنين، ودي كانت أول مرة أنضفها فيه. ده الجهاز تقريبا الوحيد اللي كنت بعيدة عنه وكنت بخاف أقرب له، وزي ما انتوا شايفين وضعه كان صعب جدا. الأول هنفك المسامير دي عشان نعرف نشيل اللوح اللي فوق. متتخضوش قوي من اللي هتشوفوه تحتيه. هنجيب بولة فيها مية مغلية، معلقة كربوناتو، معلقة ملح ليمون، وطبعا شوية خل، ومعلقة من أي مسحوق غسيل صحون، ودي معروفة بخلطتي السحرية. انا هكون واقعيه واقول لكم ايه اللي اتشال وايه اللي ما اتشالش خالص معايا. الخلطه دي هتكون كافيه جدا انكم تنضفوا كل الدهون اللي متسابه على البوتاجاز واتشالت بسهوله حتى بالليفه الناعمه. بس اهم حاجه ادخلوا جوه التنايات وجوه الحاجات اللي جوه البوتاجاز، عشان دي كان فيها بقايا اكل وفيها حاجات كتير قوي. مش عارفه ليه فضلت خايفه منه طول ال5 سنين اللي فاتت دي. المكان ده بقى جربت معاه اكتر من حاجه، بس للاسف ما جابتش نتيجه خالص، وكأن البقعه دي صبغت على البوتاجاز ومش هتطلع ابدا. لو حد جرب اي حاجه في الحته دي ونفعت معاه يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس. وده بقى لوح الازاز اللي احنا اصلا شلناه في الاول. بعد ما نضفته اكتشفت ان فيه شويه كده حتت لزقه صغيره جدا، فقعدت اشيلها بالفرشه دي، والفرشه دي خطيره بس خلوا بالكم عشان بتجرح الاستانلس. بس على الازاز كانت هايله. ما تعملوش زيي تبقوا خايفين من خطوه فك المسامير، لانها طلعت سهله جدا. ركبته تاني والفرق يستاهل وكان خطير. باب الفرن رجع زي يوم ما كنت شارياه بالظبط. الفرق بصراحه يستاهل المجهود. اللي عندهم النوع ده بس هم اللي هيفهموني انتوا بتنضفوا ازاي باب الفرن. وحاسه ان انا النهارده عملت انجاز رهيب. جربيها وبعتيلي صور قبل وبعد.